أهلا بيكم. أهلا بيكم صبايا بعد الأربعين. النهاردة هندردش مع بعض شوية في مشروب مهم قوي إن احنا نتناوله أو نشربه، خصوصا في مرحلة ما بعد الأربعين والخمسين والستين، على الأقل مرة واحدة في اليوم. المشروب ده مشروب يعني المميز جدا بطعمه الجميل والمقبول لينا كلنا، وبيتعمل منه كمان حاجة جميلة جدا اللي هي الشوكولاتة، وخصوصا الشوكولاتة اللي احنا هنا هنتكلم عن الشوكولاتة الداكنة. كلنا طبعا، مين فينا ما بيحبش الشوكولاتة؟ كلنا بنحبها. والشوكولاتة على فكرة مش مضرة، بس أهم حاجة إن احنا ننقي نوع الشوكولاتة المناسب لينا في مرحلة ما بعد الأربعين. يعني النوع المناسب لينا في مرحلة ما بعد الأربعين هو الشوكولاتة الغامقة أو الدارك شوكولات، اللي بيكون نسبة الكاكاو فيها 70 75 أو 85 لحد 95. يعني كل ما تكون فيها نسبة كاكاو عالية كل ما تكون مفيدة لينا أكتر. طيب أنا ماديا بقى مش قادرة أجيب شوكولاتة، خلاص ممكن أشرب مشروب الكاكاو في البيت عادي. يعني مين فينا ميزانية البيت عنده ما تسمحش إنه يجيب كاكاو خام يكون كاكاو غامق؟ مش بنتكلم هنا عن الكاكاو اللي متضاف له لبن وسكر، لا احنا بنتكلم عن الكاكاو الخام. وانا هو عامله كوبايه كاكاو خام، حتى مش حاطه عليها لبن ولا اي حاجه خالص، وبشربها ومبسوطه جدا جدا منها. طب انا ليه بشربها من غير اي حاجه؟ لان كل ما تكون كوبايه الكاكاو من غير اي اضافات بتكون الفايده منها كبيره جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا دلوقتي الكاكاو مهم قوي، وكمان الشوكولاته الدارك مهمه جدا جدا. لو امكانياتنا تسمح ان احنا نجيب شوكولاته دارك، خلاص نجيب شوكولاته دارك بنسبه مثلا ما تقلش ابدا عن 75، وناخد منها مثلا يعني قطعه او قطعتين في اليوم. ده بيبقى مفيد جدا جدا لينا بعد سن الأربعين. مفيش بقى زي ما قلنا مفيش شوكولاتة، إمكانية نجيب شوكولاتة، خلاص نعمل كاكاو، مشروب الكاكاو ده يعني ميزانية عادية جدا متوفرة في أي بيت، اللي هو مشروب زي ما قلنا مشروب الكاكاو الخام. سواء بقى يعني حابة تقبلتي ان انت تشربي كاكاو خام كده من غير اي حاجة، تمام. مش قادرة تشربيه كده، حطي عليه شوية لبن بس، يفضل ان انت طبعا ما تحطيش عليه اي سكر، ولو حطيت عليه سكر يا ريت يكون سكر ستيفيا، يعني سكر طبيعي، علشان ما يزودش الانسولين عندنا في الدم ويسبب لنا اضرار، خصوصا للي بيعملوا دايت، وخصوصا للناس اللي عندهم سكر، سواء السكر النوع الاول او النوع التاني. طيب احنا ليه بنقول بقى مهم قوي ان احنا ناكل شوكولاته دارك او كاكاو؟ لان ده يعتبر برضو من السوبر فود. السوبر فود يعني ايه؟ يعني فيهم كميه فيتامينات كبيره جدا وكميه فوائد لا تحصى. اهم حاجه في الكاكاو ان هو بيحتوي على مغنيسيوم وعلى بوتاسيوم وعلى حديد وعلى منجنيز، على كميه كبيره جدا جدا من الفيتامينات. كمان الكاكاو اثبتوا مؤخرا ان هو بيساعد في انتاج الخلايا الجذعيه. ايوه الخلايا الجذعيه. طب ايه اللي يقول يعني ايه فايده الخلايا الجذعيه؟ الخلايا الجذعيه ديت هي اللي بتخلي مثلا لو حد عنده جرح يلتئم، لو حد في اي مكان، سواء في العين سواء في القلب، يعني الخلايا الجذعيه دي بتنتج لنا خليه من نوع المكان اللي حصل فيه الاصابه، سواء كانت في الايد في القلب في المعده في اي مكان، بتولد لنا خليه بالظبط زي الخليه في المكان اللي اتصاب، وبالتالي بتجدد الخلايا بصوره كبيره جدا جدا جدا. الاكتشاف ده طبعا يعني اكتشاف مهم جدا جدا، وده ضاعف جدا من أهمية فوائد الكاكاو أو أهمية الشوكولاتة الغامقة. الكاكاو برضو من ضمن مميزاته ان هو بيحافظ على المود وبيحسن المزاج، وخصوصا لينا بعد مرحلة المينوبوز بنبقى عندنا شوية استرس كده، بنبقى اعصابنا مشدودة شوية، وهنا بيساعد على الاسترخاء وعلى تهدئة الاعصاب، والمود بتاعنا يكون في احسن حال. طب لما المود بتاعنا بيكون في احسن حال، بالتالي طبعا اكيد بيحسن جدا جدا من جودة النوم، وجودة النوم دي مهمة جدا جدا لانتاج الكولاجين وتصليح كل عيوب الجسم، لان هو الجسم بيحسن نفسه وبيعيد انتاج الخلايا بتاعته وبيظبط اموره واحنا نايمين، مش واحنا صاحيين ابدا. يعني احنا لما بننام
فالجسم بيعيد البرمجة بتاعة الجسم كله، والخلايا التالفة بيشيلها، والخلايا اللي عاوزة تتجدد بيجددها، وإنتاج الكولاجين خصوصا بيحصل واحنا نايمين. طيب قلنا الكاكاو هنا بينتج خلايا جذعية، وقلنا ان هو بيحسن المود وبيحسن المزاج. وفي بقى أهمية قصوى جدا برضه للكاكاو، ان هو الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي السكري أو مثلا زي الضغط، فهو بيساعد على ان الضغط بتاعنا ينزل وبيكون في مستواه الطبيعي. طيب ازاي؟ لان هو في مواد الكاكاو او الشوكولاته الغامقه فيها مواد بيساعد على ان الاوعيه بتاعه الدم، يساعد ان الاوعيه بتاعتنا انها تتسع. طب الاوعيه بتاعتنا لما تتسع بالتالي بيساعد على تدفق الدم في الاوعيه الدمويه، وبيساعد على قدره القلب ان هو يضخ الدم في الجسم. كمان بيساعد برضو الكاكاو على تحسين الذاكرة وتحسين يعني الدماغ بتاع المخ بتاعنا، لان هو لما بيوسع الاوعية ديت الدم بيبقى بيروح للدماغ بسهولة جدا، وبالتالي بيقوي الذاكرة بتاعتنا، لان هو بيبقى الدم ده ايه اهميته؟ محمل بالاكسجين ومحمل بكل الفيتامينات وكل الاغذية اللي مهمة جدا للمخ بتاعنا. كلنا نكون حريصين ان احنا نشرب كوبايه كاكاو على الاقل مره واحده في اليوم. من ضمن برضو الاهميه بتاعته الكبيره، الناس برضو اللي عندها يعني كوليسترول عالي، فهو بيقلل الدهون الثلاثيه وبيعلي الكوليسترول النافع بتاعنا اللي هو ال HDL. طبعا هو لما بيحسن الكوليسترول فبالتالي بيحسن الضغط، وبالتالي بيحسن صحة القلب. يعني هي كلها سلسلة مرتبطة ببعضها. ولما كل ده يبقى كويس وصحة القلب عندنا كويسة وبيوسع فيه الأوعية الدموية، والدم كله بيبقى بيمر بسهولة ويسر جدا لكل مكان في الجسم وخصوصا المخ، فده برضو زي ما قلنا بيساعد على تقوية الذاكرة، وبيساعد ان المخ بتاعنا يكون في صحة جيدة. طب ايه برضو اهمية الكاكاو برضو لينا في مرحلة بعد ال40؟ مهم جدا بقى الكاكاو للبشرة. يعني الكاكاو من الحاجات المهمة جدا جدا في تجديد البشرة. البشرة بتاعتنا بعد سن ال40 بتكون بتتعرض يعني قدر كبير جدا من الجفاف، قلنا نتيجة برضو نقص الاستروجين. فنقص الاستروجين دوت بيخلي البشرة بتاعتنا بيساعد على الجفاف بتاعها. يجي بقى الكاكاو هنا ليه دور كبير قوي في ترطيب البشرة، وفي كمان ليه دور كبير جدا ان هو الجلد بتاعنا يبقى ايه نوع بيزود شوية سماكة الجلد بتاعنا، فده بيكون حائط صد بينه وبين اضرار سواء التلوث او اشعة الشمس الضارة. كمان الكاكاو فيه مضادات أكسدة كتيرة جدا زي ما قلنا، فهو زي ما قلنا بيحارب الشوارد الحرة، وبالتالي بيحارب ظهور التجاعيد بوجه عام، يعني بيقلل من فرص ظهور التجاعيد. الكاكاو برضو بيحسن الناس اللي عندها مقاومة انسولين، فده بيحسن جدا جدا وضع مقاومة الانسولين، بيخليهم يتخلصوا من مرض مقاومة الانسولين ويتحسنوا منه بسهولة ويسر. كمان بيساعدنا على الشعور بالشبع، لان بيزود من البكتيريا النافعة جوه الامعاء. طبعا احنا زي ما قلنا احنا عارفين قبل كده زي ما قلنا ان المعدة هي المخ التاني بالنسبة للانسان، فهو هنا بيزود البكتيريا النافعة فبالتالي بيساعد على الهضم الكويس وبتحسين برضو الامعاء والمعدة بوجه عام. طيب قلنا برضو الكاكاو من العناصر المفيدة جدا في الكاكاو وجود المغنيسيوم، فكويس جدا جدا للعضلات. طبعا احنا عارفين ان المغنيسيوم مهم قوي قوي ان العضلات بتاعتنا تبقى مسترخيه ومتبقاش مشدوده، وخصوصا الناس اللي بيجيلها كرامبات من لما بتلعب رياضه او لما مع المشي او ليه بيزود الطاقه في الجسم، لان زي ما قلنا بيزود على تدفق الدم، وخصوصا بقى لو مثلا اضفت له شويه لبن كده صغيرين فبرضه بيزود القيمه الغذائيه. يعني اتمنى لو حد برضو عنده معلومة يزود لنا معلوماتنا في عائلة صبايا بعد ال40 يكتبها لي في الكومنتات، ولو الحلقة عجبتكم اتمنى تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.